السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا صديقي؟ يا رب تكون بخير. شرح النهاردة هيكون عن ازاي تعمل حذف حساب نهائي لحسابك على تليجرام. بس قبل ما نبدأ في الشرح ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وتعمل تعليق ولايك للفيديو. ودي قناة التليجرام الخاصة بينا، ده اليوزر بتاعي لو حابب ان انت تستفسر عن اي حاجة. ولازم تنضم فيها لان بينزل فيها كل اللينكات اللي بتنزل هنا على القناة بتاعت اليوتيوب. بس كده يلا بينا على الشرح. بتخش هنا على الحساب عندك، انا هعمل بلور هنا على الشاشة للخصوصية يعني. هتخش هنا على التلات شرط اللي فوق، هعلم لك عليهم هما 3 شرط. وهتخش هتنزل تحت كده، بتنزل تحت هنا بتضغط على الاعدادات، وبعدين بتنزل تحت بتضغط على الاسئلة الشائعة. تمام، بيوجهك للواجهة دي كده. تمام، هتنزل شوية لحد ما توصل عند حذف حسابك في تليجرام. حذف حسابك في تليجرام، هندوس عليها هيوديك هنا. تمام تمام، هنا بيحذرك او بيديك نصايح يعني ان الحساب مش هتعرف ترجع له تاني، او كل حاجة هتتمسح عليه يعني بمعنى صح. المهم هتدوس هنا على صفحة تعطيل الحسابات، هتدوس عليها وهتكتب هنا الرقم برمز الدولة، يعني زي انا في مصر مثلا هتكتب -20 وتكتب الرقم. تمام، من اول واحد. تمام، هجيب الرقم وارجع لكم تاني. تمام كده كتبت الرقم، انا هعمل عليه برضو برول عشان الخصوصية. هتدوس هنا على كلمة نيكست. تمام، هنا هيجيب لك كود. تمام، الكود ده هيوصل لك، هتدوس هنا على علامة السهم، هتنزل ترجع ورا، هتلاقي هنا الكود وصل لك هنا في التليجرام. تاخد كده الكود نسخ وتخش تاني وتدوس لاسك هنا وتعلم على ريمبر مي وبعدين تعمل ساين ان. تمام، هتنزل تدوس هنا ودوس يس ديليت ماي اكونت. وبس كده تم حذف حسابك نهائي. وبس لو في نقطة، لو سجلت في حسابك او سجلت دخلت على الاكونت بتاعك قبل ما يمر عليه 7 ايام من حذفه، هيتم استرجاع جميع الحاجات اللي كانت على الحساب. يعني انت تسيبه لحد ما يعدي ال7 ايام، وهيتم حذف جميع اي حاجة كانت عليه وهيرجع كأنه حساب جديد خالص. بس كده نكون النهاردة خلصنا الشرح. ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة ولايك للفيديو وتكتب تعليق جميل كده زيك، وتقولي حابب الشرح يكون جاي عن ايه. وبس كده، سلام.